انا اسف لو سمعت حروف غريبه كده، بس انا عندي بقى ساعه يروح وساعه يجي. المهم، كده الواحد ريكورد. السلام، حط بقى هنا، بعد كده هات لي ده. بص بقى يا سيدي، عندك هنا كلمه الديبو اهي يا ابني. فلما تيجي تشرب كده انت بتشرب الديبو، فعارف لما تشرب الديبو اللي هيحصل؟ مش هقول طب مكانها. هذا الفيب. نرجع تاني في كوبايه هنا، معرفش انت شايفينها ولا لا. شيل الكوبايه. ايه، هنتكلم النهارده عن سفاحه العجائز. المهم، صباح مساء خير عليك يا جدع. تنويه بسيط، تنويه بسيط، البرنامج ده غير مع الديبو. هقعد كل فيديو اقولها عشان تفضل فاكر. وبما اني بقولها كل مره وهقولها لك برضو، احنا هنسيب الهري لقناه مع الديبو. بس تسريب بسيط، الفيديو جه على قناه مع الديبو اسمه الديبو رجع، تخيل ده اسمه. المهم، هنتكلم النهارده عن سفاحه العجائز او سفاحه العواجيز، وهي جوانا برازه. طبعا من السهل عليا اللي انا ما اقولكش اسمها ولا اقول لك كلمه سفاحه دي، واقعد بقى اخدك يمين وشمال ونقعد ساعتين بنتكلم، واقعد اشرح لك عن تفاصيل القاتل وبيعمل ايه وما بيعملش ايه وامتى وفين وازاي، وانت بقى تفضل قاعد طول الفيديو عمال تقول ها هيطلع سفاح ولا سفاحه ولا يطلع ايه ولا ايه، وتقعد تهرش في التوته والحركات دي كلها. فهو ده اكبر دليل ان برنامج كما لم تراه من قبل بيجيب لك زبد الزبد. ما اعرفش يعني ايه زبد الزبد، بس هو بيجيب لك حاجه حلوه جدا. بيخش جوه يجيب لك الموضوع كله في دقيقتين 3 4 5 6 7 8، ممكن نوصل لحد اخرنا 20 دقيقه مثلا بنتكلم في الموضوع. خلص الموضوع وخلصناه، مش هنقعد ساعتين نتكلم فيه. فهمت ولا لسه؟ بنتناقش في كل شيء وانت ليك القرار انك تركز وتشوف ايه اللي بيحصل. بنقول معلومات ممكن نكون احنا مش واثقين منها، او بمعنى اصح مش كلمه ثقه، مشكوك في امرها. فمطالب من حضرتك انك تروح تدور على المعلومه وتعرف، لازم تثقف نفسك. بنجيب من الشرق وبنجيب من الغرب وبنجيب من هنا وبنجيب من تحت وبنجيب من فوق، عشان خاطر حضرتك تشارك معانا اللحظه وتعرف المعلومه وتعرف اللي بيحصل حواليك. بنتكلم عن حاجات فيها قتله، فيها اساطير، فيها غرايب، فيها حاجات عن الجن والعفاريت، فيها حاجات عن التقاليد والتراث الشعبي. كل الحاجات اللي بنتكلم عنها دي عشان احنا بنحب نتكلم عنها، والمفروض ان العصابه بتحب برضه تلم المعلومات دي وتجمع وتثقف نفسها بالشكل ده. فاحنا مجتمعين كلنا على شيء واحد بنحب نعمله وبنحب نتكلم فيه وبنحب نسمعه. فولا انا صح ولا انت صح ولا هم صح ولا حتى فرح المعيد ده صح. كل واحد عنده وجهة نظر وبنحاول نكمل وجهات النظر ببعض، مش بنحاول نتهم بعض. يعني ما ينفعش انا في كومنت اخش اقول لك الكومنت بتاعك غلط، اللي انت بتقوله ده انت حيوان وضيع. وما ينفعش انت تخش تقول لي يا استاذ ديبو يا باشا فندي يا جن ما انا سفتك يا شبسته، ما ينفعش تقول كده اصل الدين بيقول كذا. ايوه انا عارف الدين زيك، تقلقش. مفيش حد عبيط في الزمن ده، مفيش حد مش عارف الصح من الغلط في الزمن ده، بس في ناس ما بتبقاش واخده بالها. فيبقى تخليك محترم لو بتسيب كومنت عند اي حد، مش عندنا، عند اي حد. حاول تقول له انا مش عاجبني مثلا وجهه نظرك، او بختلف معاك في وجهه النظر، انا شايف ان ده الصح، او انا شايف ان من وجهه نظري الفكره دي هتبقى افضل لو كذا. لا اعتقد ان علي الزيبق ده مش حقيقه، عشان خاطر لو كان حقيقه كان كذا. كده انت لطيف وجميل. ليه انا بقول الكلام ده؟ لان انا غايب بقالي كتير. انا المفروض الهري ده في معتبه، بس هي خلاص طلعت. ليه انا بقول الكلام ده؟ عشان المفروض ان انا غبت فتره، فرجعت لقيت في شريحه جديده من الجمهور انا ما اعرفش عنها حاجه بعيدا عن العصابه يعني. فلما بدات اللي انا اقول لكم اللي انا خلاص انا معاكم، وانا اسف ان انا بتاخر عليكم، خلاص يا جدعان انا سبت الشغل وقاعد معاكم اهو، وهعرض لكم بقى كل حاجه ونتكلم مع بعض كتير واظهر لكم كتير. فطبيعي ان انا بدات اظهر على السوشيال ميديا كتير، فطبيعي ان في مشاهدات جديده بقت تيجي، فطبيعي ان في جمهور جديد بيجي وفئه جديده بتيجي انا ما اعرفش عنها حاجه، وبيتخضوا مين الديبو ده. فبيشوفوا طبعا حاجات غريبه زي ما انت في الاول كنت متخض من الديبو، فبيبتدوا ان هم يهاجموا. بس الفرق ان على ايام العصابه كان الكومنتات اللي بتهاجم بيحاول يفهم، كان بيحاول يستفسر هي القصص دي حقيقيه، طب انت مين، خلفيتك ايه، انت ليه بتتكلم في الحاجات دي، جبت المعلومات دي منين، وهكذا. ده على قناه مع الديبو يعني. فطبيعي ان الشريحه بقى الجديده جايه بلغه غريبه جدا. فربنا يستر علينا في الانترنت بعد كام سنه كده هيبقى عامل ازاي، بسبب العقليات وبسبب طريقه الطرح بتاعت الكومنتات او طريقه ردة فعل الناس بقت غريبه جدا. شريحه جديده كده ظهرت انا ما اعرفش عنها حاجه. فالحمد لله اللي انا لحقتها قبل ما اسخن على قناه مع الديبو. كانت هتبقى ليله سودا وكنت هقفل القناه وهبطل سوشيال ميديا واقول لكم يا جدعان انا خلاص بقيت راهب. فالحمد لله اللي انا اكتشفت الشريحه دي وفهمتها قبل ما ابدا ان انا اشتغل بجد. لان مثلا عندنا على التيك توك بدانا نجيب فيديوهات مليون مشاهده و2 مليون مشاهده، على الفيسبوك نفس الكلام. فالارقام او المشاهدات اللي ظهرت في اخر كام يوم اللي فاتوا دي بدات تجيب لنا شريحه جديده من الجمهور ما يعرفش حاجه. يعني في واحد من الجمهور، انا ليه بقول الجمهور ما بقولش العصابه عشان دي
لي شريحه جديده لسه ما تعرفش عننا حاجه. سايب لي كومنت بيقول ايه: انت كملت الارقام كامله، نضاره غريبه، طريقه غريبه، صوتك اغرب، نبرات صوت من عالم معين، حتى قصه الشعر، نظرات عينيك، طريقه حركه ايدك. فكل ده بيدل ان انت عملت كل الاركان، ان انت مش بني ادم، وان انت سلمت روحك للشيطان. وبدا يكتب للناس في الكومنتات اللي هو يا جدعان ابعدوا عنه، ده مش بني ادم، ده شيطان. ففي شريحه جديده جامده جدا ظهرت، فاهم؟ فدي نبذه عن الشريحه الجديده اللي انا بقى بشوفها الفتره اللي فاتت. فانا وعد مني انا مش هبطل ولا حاجه، وهفضل مكمل. وخلاص انا فهمت ان في شريحه جديده واكتشفتها، لان انا كنت جاي بقلب بقى ان العصابه هي اللي بتتابع بقى، فاهم؟ لما طبعا بدات اظهر كتير ارقام زادت. فانا انا اسف يعني 2 مليون مشاهده مثلا، في منهم 100,000 العصابه ولا 200,000 العصابه، الباقي ما حدش يعرفنا. فهم مستغربين اللي بيحصل، مستغربين مين ده عشان يقول الكلام ده. فنعدي كل ده ونعدي الهري ده، ونبقى نكمل الموضوع ده في قناه مع الديبو، عشان احنا بنحب الهري هناك. واحب اكلمك ان النهارده هكلمك عن سفاحه اسمها سفاحه العواجيز، واسمها الحقيقي جوانا برازة. واكيد يا جدع طبيعي ان احنا كل ما بنسمع عن جرائم الضرب والقتل والعنف والكلام ده بيبقى دايما وراها رجاله. يعني الرجاله هي اللي عندها العنف وعندها طرق القتل الغريبه دي. وعشان برضو المعترف بيه ان الرجاله هم اللي عندهم القوه الجسمانيه. يا عم تعال بص ايوه هوب تعال. فاحنا الاحداث بتاعتنا بتبدا في المكسيك، وتحديدا في مدينه مكسيكو. كان سنه 2003. الشرطه لقت نفسها كل شويه يجي لها بلاغ عن واحده عجوزه ماتت، وكلهم مقتولين في بيوتهم، وكلهم يا اما عن طريق الضرب يا اما عن طريق الخنق. ومع الوقت الضحايا عماله تزيد اكتر واكتر واكتر. والمشكله ان الفترات ما بين قتل حد وحد اللي هم الستات العواجيز، الفترات بقت متقاربه جدا. فالشرطه طبعا فهمت ان هي قدام قاتل متسلسل، ومش اي قاتل متسلسل، ده خطير جدا كمان. وفي الفتره دي المكسيك كان اصلا جرائم القتل وعموما الجرايم كتير فيها. بس اللي خلى وسائل الاعلام يتكلموا اكتر او ينتبهوا للحته دي اكتر ان كل اللي بيتقتلوا من الشكل ده كلهم ستات عواجيز. وطبعا الشرطه كمان طلبت من وسائل الاعلام ان هم ينشروا كل اللي توصلوا له. ورغم ان هم نشروا كل ده بس برضه ما توصلوش لحاجه. مفيش مكالمه تليفون مثلا انا شفت كذا، انا شفت كذا، مفيش اي حاجه. بصمه صباع كده، بصمه صباع كده، وكده دي قصدي يعني كده، انا اسف، بصمه صباع كده، بصمه صباع كده. لحد ما بدا يظهر شهود نوعا ما بيقولوا ان هم شافوا واحده ست بس ضخمه شويه، وهي بتخرج من شقق الضحايا اللي بيموتوا. ومن الشهادات دي الشرطه طبعا افترضت ان القاتل المتسلسل ده ممكن يكون راجل ومتنكر على شكل واحده ست، او هي واحده ست بس عندها قوه جسديه غريبه او زياده عن اللزوم. وكان في اعتقاد تالت بما انهم العياذ بالله يعني، فقالوا انه ممكن يكون حد متحول جنسي، وده بسبب الملامح الرجوليه اللي الشهود قالوها، وفي نفس الوقت جسم نسائي بس كبير. ولما بدات الضحايا تزيد اكتر واكتر، المدعي العام قرر ان هو يشكل فريق، والفريق ده شغلته ان هو يدور عن القاتل ده او القاتله دي، القاتل المتسلسل. والمدعي العام وصف القاتل المتسلسل ده بانه ذكي جدا وحذر للغايه، وان القاتل ده ممكن يكون بيعمل جرايمه بعد ما بيكسب ثقه الضحايا بسبب طريقه القتل بتبقى في بيوتهم وستات عواجيز، فاكيد بيكسب الثقه بتاعتهم. وظباط التحقيق اشتبهوا ان ممكن يكون القاتل بينتحل شخصيه مسؤول حكومي، وبيعرض على الضحايا فرصه للتسجيل في برنامج هيكسبهم فلوس مثلا تبع الدوله، او رعايه اجتماعيه وصحيه وهكذا. فبكده بيقدر يدخل بيوتهم ويعمل اللي يعمله. وفضلت القضيه فتره طويله قيد التحقيق، وعمالين يدوروا على القاتل ولا القاتله المتسلسلين دول. وطبعا مع الوقت الضحايا عماله تزيد اصلا، لحد ما في سنه 2005، انا اسف لو سمعت حروف غريبه كده بس انا عندي بقى ساعه يروح وساعه يجي. المهم في سنه 2005 الشرطه المكسيكيه طلعت وقالت على افادات الشهود، والشهادات دي بتفيد ان القاتل بيرتدي ملابس نسائيه عشان يقدر يوصل لشقق الضحايا بسهوله. وفي حالات شوهدت او اتشافت مرأة ضخمه جدا وكانت لابسه بلوزه حمراء انا اسف استنى، لابسه بلوزه حمراء يا ولد، وهي بتخرج من منازل الضحايا او بيوت الضحايا. وبدات الشرطه تدقق اكتر في بصمات الاصابع الموجوده في البيوت اللي حصل فيها عمليات القتل او لقوا فيها الضحايا. بس الغريب ان هم كل مره يلاقوها غير متطابقه مع اي حد مجرم معروف. يعني كلمه غير متطابقه بمعنى ان هم حاولوا يطبقوها مع المجرمين المسجلين عندهم. لحد ما في 2006 يا جدع حصل تطور كبير في القضيه، لحد ما اتقبض على حد كان مشتبه بيه بيهرب من بيت حد من الضحايا. انا اسف عشان اسمها غريب شويه، كان اسمها انا ماريا ديلوس ريس الفارو، كل ده اسم. البالغه من العمر 82 سنه، كانت ساكنه في حي اسمه فينوس تيرانوس في مدينه مكسيكو نفسها. ودي لقوها مخنوقه بسماعه طبيه، سماعه دكاتره. وطبعا على حسب ما كانوا بيقولوا ان القاتل ممكن يكون بيدعي ان هو من الرعايه الطبيه او الاجتماعيه والحاجات دي، فاكيد ممكن يكون معاه ادوات طبيه، وبديهي جدا من الادوات ان هو يكون معاه السماعه بتاعت الدكاتره. وطبعا السكان بتاعت المكسيك بدا يحصل لهم دهشه كده، اللي هو كانوا مقتنعين ان القاتل
القاتل المتسلسل ده يطلع راجل. بس اللي اتمسك كانت جوانا برازة، وقتها كان عندها 48 سنة، شغالة مصارعة أصلا بقى، شغالة في مصارعة الستات، وكانوا بيقولوا عليها في وسط حلبة المصارعة والكلام ده السيدة الصامتة. وده بسبب هدوءها في خلال المصارعة أو في خلال وقت لما بتكون بتصارع، وإن هي بيبقى عندها برود أعصاب وهي بتتعامل مع أخصامها جوه الحلبة. وطبعا الشهود الأعيان قالوا قبل كده إن هي ست على شكل ذكوري، والشرطة كانت بتدور على متحول جنسي لأنه هو أكتر حد ممكن يمتلك هذه الصفات. بس معظم الناس أو معظم الشهود قالوا إن التركيبة بتاعت الست بتاعت المصارعة دي تطابق أو شبه التركيبة اللي شافوها، اللي هو جسم راجل بس شكله أنثى وجسم أنثى بس هجمة راجل والكلام ده كله. فجوانا حرفيا كانت نموذج للشكل اللي الشهود العيان كلهم قالوا، غير إن هم كانوا عاملين رسم على أوصاف الشهود، والوصف حرفيا يطابق جوانا. شعره قصير، لونه أشقر، شامة في الوش، ومعها سماعة طبية، وكان معاها نماذج للمعاشات اللي هي النماذج التقليدية اللي احنا متعودين عليها، اللي هي الاستمارات بتاعت المعاشات، وكان معاها البطاقة بتاعتها، والبطاقة بتاعتها مكتوب فيها إن هي عاملة اجتماعية. والممثلين بتوع الادعاء قالوا إن الأدلة بتاعت بصمات صوابع جوانا بتطابق في 10 عمليات قتل، والعشرة دول من وسط 40 جريمة منسوبة لنفس القاتل المتسلسل. وبيتقال إن جوانا اعترفت بقتل ألفارو وثلاث ستات كمان، بس ما اعترفتش غير بدول بس، ونفت ال 40 جريمة الباقيين وقالت إن هي ملهاش علاقة بيهم. وقالت للصحفيين أو حكت للصحفيين إن هي قامت بخنق ألفارو بعد ما اتخانقت معاها على مرتبها وعلى الأجر بتاع الخدمات الاجتماعية اللي بتقدمها لها. ومن هنا يا جدع خلينا نتعرف على مين جوانا برازة دي. جوانا من مواليد 27 سبتمبر 1957، يعني أصغر مني بكتير جدا، طفلة لسه. كانت عايشة في مدينة ريفية في شمال مدينة مكسيكو. أم جوانا كانت مدمنة كحول، واعترفت لجوانا في مرة إن هي وأخوها ولاد حرام ومش ولاد أبوها أصلا، أو زي ما الناس بتقول أولاد غير شرعيين. وقالت لها إن أمها بدلتها ب3 أزايز بيرة مع راجل كان بيغتصبها كل شوية يعني، وبقت حامل منه كمان، وكانت حامل في عيل شاب يعني ولد، وإن أمها كان عندها أصلا 4 أطفال كمجموع كلي. وجوانا لما كبرت وشافت الشوارع أكتر تعلمت المصارعة ودخلت عالم المصارعة، ووصلت إن هي بقت مصارعة محترفة وليها لقب اللي هو السيدة الصامتة أو سيدة الصمت. وكان عندها اهتمام بنوع واحد من المصارعة اللي هو المصارعة المقنعة، اللي هما بيلبسوا أقنعة في المكسيك كده، بيلبسوا أقنعة وبيعملوا مصارعة. ده نوع معين من أنواع المصارعة عندهم. وزي ما قلنا إن جوانا كانت بتقتل العواجيز بس، ويعتبر مش يعتبر ده كلهم فعلا كانوا عايشين لوحدهم. وطريقة جوانا في القتل كانت الخنق، تخش على الضحية تعدمها العافية بما إنها مصارعة بقى، وبعد كده تخنقها. وبما إن الضحايا كلهم أصلا عواجيز يعني فما كانوش يقدروا يستحملوا جوانا بما إنها مصارعة محترفة. وكانت بعد ما تخنقهم كانت بتسرقهم، وكانت طبعا عشان تكسب ثقة الضحايا فعلا كانت بتنتحل شخصية موظفة حكومية من الدور الاجتماعية والحاجات دي. وجوانا كان طالع عليها لقب أصلا ماتا فيكتاس، أنا مش عارف أنطقه الصراحة. المهم اللقب ده بالأسبانية وليه معنى اللي هو قاتلة العواجيز الصغير. وتمت محاكمة جوانا سنة 2008، واللي ادعى قال إن هي مسؤولة عن أزيد من 40 جريمة قتل. خرب بيت أبوها 40. الغريب بقى إن هي في وسط المحكمة ما اعترفتش غير بجريمة واحدة، رغم إن وقت التحقيق معاها كانت معترفة ب3 وواحدة يعني كانت معترفة ب4. وقالت إن الدافع بتاعها في الجريمة بس اللي عملتها، هي قالت على جريمة واحدة إن كانت بتعاملها معاملة والدتها السيئة، رغم إن هي قالت إن هي اختلفت معاها في الأجر. فالسلطات اعتقدت إن جوانا مختلة عقليا لأنها ما كانتش بتحس بأي ندم، وكمان كانت رابطة كل ضحاياها بأمها، وكانت شايفة إن هي بتفيد المجتمع بعمليات القتل اللي كانت بتعملها. لحد ما في 21 مارس بقى عليها 16 تهمة قتل وسرقة، دول أثبتوا عليها خلاص، وفيهم 11 تهمة قتل منفصلة. وتم الحكم على جوانا ب 759 سنة حبس. معرفش ليه الرقم ده، بس هو ده الرقم اللي اتحبست بيه أو اتحكم عليها بيه. وبما إن الأحكام الصادرة في المحاكم المكسيكية بتتنفذ في وقت واحد، إلا إن الحد الأقصى للعقوبة وقتها كان 60 سنة، فمن المرجح إنها هتقضي حياتها كلها في السجن. بس وقت ما جوانا دخلت السجن بدأت تشتغل جوه السجن كمدربة رياضية، وكمان كانت بتبيع تاكو، وكانت بتقول إن هي بتعمل كده عشان تدعم أسرتها. وكمان بيتقال إن هي اتجوزت وهي في السجن واتطلقت وهي لسه في العقوبة. وزي ما قلت لك في أول الفيديو كده إن قضية جوانا دي لو هنتكلم عن تفاصيلها وجوانبها ممكن نقعد ساعة بنتكلم فيها. ففي فيلم وثائقي اتعمل عنها سنة 2023 واسم الفيلم سيدة الصمت، هتلاقيه على نتفليكس. وكمان القصة اتنقلت للتلفزيون المحلي في حلقة من مسلسل للتلفزيون المكسيكي، يعني مسلسل مكسيكي سنة 2010. وفي برامج كتير جدا
اتكلمت عن قصة القاتلة دي بكل تفاصيلها. انا بقى اللي حابب اسألهولك يا جدع، هل فعلا الاختلال العقلي ممكن يوصل الواحد ان هو يبقى قاتل متسلسل، ولا دي بتبقى من البيئة المحيطة اللي الواحد عايش فيها، ولا بيبقى الشخص نفسه ميكافيلي في نفسه ولا الشخص نفسه هو اللي بيتلذذ باللي بيعمله ده؟ فقول لي انت يا جدع، ايه اللي ممكن يوصل الانسان ان هو يعمل كده؟ وصباح مساء الخير عليك يا جدع، مع الجعيم يا حبيبي، مع الجعيم يا بابا. احب اقول لكم الله يبارك لكم، بوسه.